بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفوا قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد أنا بعمل. النهاردة جاية لكم بفيديو خفيف كده، هحضر معاكم الغدا. بتمنى الفيديو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وشير كتير، متنسوش اللايك عشان عيلتنا تكبر أكتر وأكتر. النهاردة هعمل كوسة مطبوخة باللحمة المفرومة. اول حاجة كده هنزل بمعلقة سمنة كبيرة، وهنزل بالبصل هشوحه لغاية لما البصل ينزل ميته ولونه يتغير معايا، وهنزل عليه بشوية فلفل اسود. البصل ده انا ضرباه في الكبة وبحطه في التلاجة على طول، بيبقى جاهز معايا. وبعد كده اول ما البصل هيتشوح معايا هنزل عليه باللحمة، وهسيب اللحمة تتشوح لغاية لما لونها يتغير ويبقى عندي اللحمة جاهزة. حابة الخطوة دي. عندك فلفل عايزة تقطعي كده فلفل واحد بس سبايسي، عندك مش عندك خلاص. بعد كده بنزل بالكوسة. الكوسة طبعا انا مقطعاها ونقعيها في مية عشان لو فيها اي اتربة وكده تنزل تمام. ولو عايزة تحكي الكوسة او اللي هو تحكيها تقشريها تمام، مش عايزة برضو زي ما انت حابة. وكان عندي شوية حمص برضو غسلته كويس وسبته منقوع لمدة نص ساعة كده، وبعد كده هنزل بيه مع الكوسة في اللحمة، وهسيبهم يتشوحوا كده لمدة 5 دقايق. وبعد كده هنزل بشوية ملح، اظبط الملح تمام. بعد كده انا كنت ضاربة طماطم في الخلاط، هنزل عليها بالكمية المطلوبة. مش هقدر احددلك قد ايه كمية الصلصة اللي انت هتحطيها، لا، على حسب الكمية اللي انت بعينك تقدري تقيميها انت هتحتاجي قد ايه. وبعد كده بحط لها ربع كوباية مية، ما بكترش المية لان الكوسة كده كده بتنزل مية، وهسيبها على نار هادية تسبك مع بعض. عايزة تنزلي بالطماطم الاول تسبك، وبعد كده تنزلي بالكوسة والحمص زي ما انت حابة، بس انا بحب ان الكوسة تكون يعني شوربة كتير من اللحمة، يعني متشوحة جامد مع اللحمة. بعد كده هعمل بزلة، بس هعملها من غير لحمة. استكفيت باللحمة المفرومة اللي موجودة في الكوسة. اول حاجة كده برضو جبت بصل شوحته في معلقة سمنة، وبعد كده هنزل بالبزلة عليه بالجزر، وهشوح البصل بالبزلة وشوية فلفل اسود كده لمدة 5 دقايق. وبعد كده هنزل بيه مكعبين المرقة على البزلة، عشان انا زي ما قلت لكم استكفيت باللحمة بس المفرومة اللي في الكوسة. ممكن كنت احط لحمة برضو مفرومة في البزلة، بس قلت ايه لا. هسيب بقى اللي هحط على البزلة شوية مية كده صغيرين برضو، بمقام نص كوباية عشان البزلة تستوي. بعد كده قلت عبال بس ما البزلة تتشرب هعمل شوية الرز. اول حاجة كده انا بعتذر جدا عن صوتي، وعندي دور برد بجد تعبني جدا. ربنا يشفيني ويشفي أمة محمد كلها. وحبيت ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا نحقق كل احلامنا وامانينا يا رب العالمين. منسوش بقى الصلاة على النبي والاستغفار. نرجع بقى للفيديو. هنا هعمل الرز. طبعا كلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي. بحب بس معلومة ان انا اكتر الزيت في الرز عشان يصبح الرز كده معايا مفرفر. خلاص البزلة اتشوحت وحاسه ان هي دخلت خلاص كده على السوا. هنزل عليها برضو بكمية الطماطم اللي انتي تقدري تحطيها على حسب الكمية. انا هنا كنت عاملة يعني تقريبا نص كيلو بزلة مش كتير. بحب برضه احط على البزلة بطاطس، لان اختي الصغيرة يعني بتسيب كل ده وبتاكل البطاطس، ما بتاكلش البزلة. فبرضو هي يعني احنا عموما بنحبوا البزلة بالبطاطس والجزر مع بعض تمام. وهسيبها بقى تتسبك على النار. وده كان شكل الاكل معايا بجد، طعمه تحفة، والكوسة كانت تحفة، ما بشكرش في نفسي. جربوها بالطريقة دي. رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله، مع السلامة.